السلام عليكم ورحمة الله. بعد الإقصاء المر خرج قائد المنتخب الوطني رياض محرز بهضرة قوية عبر فيها على خيبة الأمل نتاعو الكبيرة، وقال بكل تأثر ويبكي يبكي بطول: بصراحة اللي صرا ما كانش سهل علينا كامل، كنا حابين نفرحوا الشعب الجزائري ونروحوا بعيد، بصح للأسف الأمور ما شتاتش كيما تمنينا. أنا من وجهة نظري جزء كبير من المسؤولية يتحملها بيتوكوفيتش وماشي بالماضي، كانت كاين قرارات ما فهمناهاش وتغييرات أثرت علينا بزاف داخل الميدان. وزاد محرز وقال كاين لاعبين كانوا في فورمة وما خداوش الفرصة، وكاين تبديلات جات في وقت ما كانش مناسب. المنتخب الوطني ماشي غير أسماء، لازم يكون تفاهم، لازم يكون انسجام، وإذا هذه الحاجة تغيب راح تكمل النتائج وراح تكون كامل سلبية مهما كان المستوى. وأضاف: أنا ما نهضرش باش نهاجم أي شخص، بصح كي تكون تمثل بلادك لازم تقول الحقيقة. الشعب الجزائري يستاهل يعرف واش صرا، وإحنا اللاعبين حسينا بالضغط وباللي كانت كاين أخطاء أثرت على مشوارنا. واختم محرز كلامه قائلا واش قال ثاني، قال: نعتذر للجماهير الجزائرية بنفس الألم اللي حسيتو به، رانا حسينا به امام حنا، وان شاء الله المنتخب يرجع اقوى في المستقبل، بصح لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته ويتصحح الاخطاء ويرجع بالماضي، لانه الجزائر تستحق تكون دائما في اعلى المستويات. راهي كلمة الجزائر يا جماعة كفاه نهبطوا قيمتها. وزاد قال في الحديث نتاعو: اللاعبين داروا اللي عليهم داخل الملعب، لكن بيتوكوفيتش هو السبب، هو اللي بدل التشكيلة، هو اللي دارها بينا، هو اللي تذكر وخلى بلاده هي اللي تربح، وكل واحد ضحى باش يجيب الفرحة للجزائريين سواء كان مشجع ولا كان لاعب. بصح كرة القدم ما تربحهاش الإرادة وحدها، لازم تكون كاين رؤية واضحة وتسيير مليح للمجموعة. نتمنى اللي صار يكون درس للمستقبل، لأن المنتخب الوطني عنده إمكانيات كبيرة، والجمهور ديما يستحق يشوف فريقه ينافس على الألقاب وما يخرج بخيبة أمل. وفي انتظار أي رد رسمي من الطاقم الفني، وبعد ما هدر محرز هذه الهدرة كاملة أو الاتحاد، يبقى الجدل المتواصل بين الجماهير والمحللين حول الأسباب الحقيقية وراء الإقصاء، وبين من يحمل المسؤولية للمدرب ومن يرى أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف. تتواصل النقاشات حول التغييرات التي يجب على القيام بها من أجل إعادة المنتخب الوطني إلى سكة النتائج الإيجابية، خاصة مع الاستحقاقات القادمة التي ينتظر فيها الأنصار ظهورا أفضل يليق باسم الكرة الجزائرية. في انتظار الجديد.